بسبب الكوارث الجوية اللي جاية تصير، الفيضانات اللي جاية تصير بدول الخليج والدول المجاورة، راح يجي للعراق وجبة من سيارات الغرقانة. بس شنو؟ وارد خليجي. بطبيعة الحال الوارد الخليجي ما راح يعني تتوقع انه يجي غرقان مثل الوارد الامريكي. اكو اللي يجي ضرر ماله فلاد، اللي هو الغرق، اغلبه يجي اما مكفول او مثلا حادث كامل لك او حادث بنيد او كذا، بس ما تتوقع انه انت يجي غرقان. منا ورايح راح يجي غرقان. الكوارث اللي صارت باخواننا السعوديين مثل ما شفنا قبل ايام بجدة، وبعد راح تصير هاي الامور، راح تتكرر اكثر بهذا الشتاء حسب توقع المتنبئين. هاي الكوارث اللي جاي تصير، امطار غزيرة بدون سابق انذار، جاي تشوفون شلون تكرف السيارات كرف، مثل يعني كأنها خشبة مطوفة بماي. فهذا راح يخلي يسيل لعاب التجار. سيارة رخيصة مكفولة، إذا ما بيها ضربة يعني بس مجرد غرق، يغسل المحرك مالها ويرتب أمورها ويبيع لك إياها، يجيبها للعراق يبيع لك إياها على إنها مكفولة. مع الأسف السيارة الغرقانة بالبداية إذا تنظفت عدل وكذا تجر عدل ما بيها مشكلة، بس بعدين تبدي تطلع المشاكل من يصير زنجار بالتوصيلات الكهربائية، قواعد الفيوز بالفيش، بكل مكان ممكن تشوفها، فتبدي تطلع المشاكل وتظل جر عطل. يعني أجدع كهربائي ما يقدر يصلحها، لأن العطل بالضفيرة بالعقل بالكيبلات يطلع عنده يأشر هو حساس كذا عاطل، بس هو المشكلة بتوصيلاته، وين يطيح بيها يبدي هناك تشطيل يشطل. فأكيد سعر الغرقانة مو مثل سعر المكفولة اللي ما بيها مشكلة. فنصايح بسيطة على مود تتجنب انه تطيح بفخ تشتري سيارة غرقانة. تجارنا احنا ما شاء الله يعني كلهم ممتازين، بس بعض التجار يستغل هاي الفرصة الذهبية، يشتري سيارة رخيصة، لأن بالخليج ما راح يستعمل هاي السيارة، ما يخاطر بحياته، راح يبيعها ويشتري سيارة ثانية جديدة ما غرقانة. فالتجار اللي موجودين سواء يعني بالسعودية أو بالدول المجاورة أو بالعراق، تجارنا راح يجيبون هاي السيارات. يبدي هنا مال دكتورة ما بيها أي خلل. السيارة الغرقانة مستحيل يعني تروح من عندها ريحة الغرق الطين، فتلقاها حتى يعني بعد فترة، بعد سنة أو أكثر، يمتى ما تجي إذا عفت السيارة كذا ساعة مغلق الأبواب مالتها والشبابيك أو بالشمس، من تجي تفتح الباب مالها راح تشم ريحة عفونة أو ريحة خمخمة مثل ما نقول. أول ما تفتح الباب شم الهواء مال السيارة، إذا حسيت أو يعني شميت ريحة عفونة أو رطوبة معناته السيارة غرقانة. وأهم شيء تتأكد من الأماكن اللي مستحيل تتنظف يعني أو صعب جدا تتنظف، مثل البطانة مال السيارة. إذا تقدر تشيل البطانة مال السيارة هم يعني مال الأرضية بعد أفضل يعني تتأكد، لأن هذا الفيضان يكون بطين، الماي مال الفيضان ومال الأمطار، فيدخل بالبطانة ما يطلع. ومن تنسد السيارة الريحة هاي تظل موجودة بالسيارة، مستحيل تطلع يعني بصعوبة جدا، إلا يشيل الفرش ويشيل كل شيء، يرجعها حديد ويغسلها ويبدل الفرش هذا أو يغسله غسل مضبوط. البراغي مال الكراسي تنتبه لها، إذا مزنجرة أي برغي موجود هنا مزنجر معناته واصل له ماي، فتنتبه لهاي الأماكن. حتى لو حاط عطر حاط كذا راح تبين ريحة الخمخمة، يعني مثل كأنك حاط ملابس مبللة بمكان يعني ما تنشف به فترة، راح اشوف شلون تصير ريحتها. فهاي يعني طريقة فعالة بكشف السيارة الغرقانة. تجي تنتبه للفيوزات اللي هنا، علبة الفيوزات إذا الغرق واصل يعني بمستوى الجير فمعناته الفيوزات أكيد واصلة لهن، فتجي تشيك هاي الأماكن اللي هنا اللي مستحيل أو صعب جدا واحد يقدر يطب وينظفهن. أماكن يعني آثار للطين، الحديد هذا البليت اللي هنا
إذا بي زنجار معناته واصل ماي اللي هنا، إلا إذا كان يعني تنظيف محترف وفتح كل البطاين وكل الكشينات وكل هذا بدلهن، تصير عليهم كلفة أكثر، فيشربتها ويبيع لك إياها. تشوف الأماكن اللي مستحيل يوصل لها تنظيف همين تشيكهن زين. تشوف قواعد الفيوزات، المحرك طبعا راح يغسله، لأن احنا عندنا مرض هذا مال غسل المحرك، فتلقائيا راح يغسل المحرك هو، فما راح تشوف آثار طين داخل المحرك مال الغرق، راح يغسله حتى ما تطيح بفخ السيارة الغرقانة. حبيت أفيدكم بهاي المعلومة البسيطة، وأنبهكم على الوجبة الجاية اللي راح تجي من بعض التجار زين. يا رب إن شاء الله السلامة والعافية لإخواننا بالخليج على هاي الكوارث. وهي أعتقد هاي الكوارث راح تشمل الكل، يعني مناطق الدول العربية أو الدول الأجنبية. الله يجرنا ويجيركم إن شاء الله يا رب، يجعل الجاي خير لأهل الخير وشر لأهل الشر. تحياتي واحترام. العراقي والله ما أدري.